بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم. في البداية صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء مرتقب: ماذا يحتاج المنتخب الفلسطيني للمشاركة في ملحق تصفيات كأس العالم؟ تتجه أنظار الجماهير العربية والفلسطينية مساء الثلاثاء اليوم الموافق 10/6/2025 تجاه مدينة الملك عبد الله الدولية، حيث تقام المواجهة المرتقبة بين منتخبي عمان وفلسطين في الجولة رقم 10 والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المنافسات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. المنتخب الفلسطيني لا بد له من الفوز في هذه المباراة حتى يضمن المشاركة في ملحق كأس العالم، بينما فوز عمان أو التعادل يضمن تواجدها في هذا الملحق. يأتي هذا اللقاء في وسط أجواء رائعة ومشتعلة، يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز من أجل خطف المركز الثالث في المجموعة الثانية المؤهل إلى الملحق الآسيوي، في ظل المنافسة الشريفة والشرسة والمحتدمة مع منتخب العراق. وينتظر أن تحظى هذه المباراة بنسب مرتفعة للمشاهدة نظرا لأهميتها بعد فوز فلسطين على الكويت في الجولة الماضية بهدفين دون رد، وسقوط سلطنة وسقوط سلطنة عمان أمام المنتخب الأردني النشامة، مما زاد من إثارة هذه الجولة العاشرة والجولة الختامية. ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة فلسطين ضد عمان في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ملعب مدينة الملك عبد الله الدولي، وسط حضور جماهيري متوقع وداعم واسع من الجماهير الفلسطينية والعمانية في مختلف أنحاء الوطن العربي. وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي متواجد مع المنتخب الفلسطيني، وسيلتحق بفريقه بكأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي بعد هذه المباراة لكي يشارك في كأس العالم للأندية. كان هذا الفيديو من قناتكم كابتن خالد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.